معاكم النهاردة من بلد العجايب، بلد الطبيعة الغريبة والصعبة. هي جزيرة في أقصى الشمال وسط المحيط الأطلسي. تنوع الطبيعة هيخليك تحس كأنك في كوكب تاني غير الأرض اللي احنا عايشين عليها، كأنك في عالم من الخيال. أنا في عالم من العجائب. تنوع غريب وعجيب. هي بلد التلج والنار والبراكين، شلالات المية وينابيع المية السخنة العجيبة، شواطئ الرمال السوداء الأشهر والأجمل في العالم، البحيرات والأنهار المتجمدة، الجبال الخضراء والأراضي البركانية. عندهم بلو لاجون الأشهر في العالم، مشهورين بالخيول وطائر البافن. معظم أكلاتهم المشهورة من وقت عصر الفايكنج. ياكلوا هنا يا جماعة لحم الحصان. You are Icelandic? Yeah. And you not tasted? معاكم من بلد العجائب من جزيرة أيسلندا. This is your captain speaking. My name is Max Bastian Holm. And next to me is our first officer Philip Sanchez. And together it's our pleasure to fly you to Canada. ولسه واصل يا جماعة حالا دلوقتي في أيسلندا من المطار الدولي هنا في أيسلندا، وأجرت عربية لأن هنا الحركة عشان الواحد يبقى واخد راحته لازم يأجر عربية. معظم الناس أصلا بتيجي هنا تأجر عربياتها ما بتيجي. دلوقتي أنا هتحرك من مطار كيفلافيك الدولي في اتجاه العاصمة ريكيافيك بالعربية حوالي 50 كيلومتر عند المبنى الأشهر في ريكيافيك، كنيسة هالجري مسكيركيا. ومعاكم هنا يا جماعة في العاصمة ريكيافيك، معاكم عاصمة أيسلندا بلد التلج والنار. اللي ورايا ده يا جماعة أهم مبنى موجود هنا في العاصمة ريكيافيك. هو المبنى الأيقوني والرمز للأيسلنديين في وسط العاصمة ريكيافيك، من أطول المباني في أيسلندا بارتفاع حوالي 75 متر، على شكل البازلت، أحجار البازلت اللي بتبقى موجودة في شواطئ وأماكن كتيرة في أيسلندا، واخدين التصميم منه من الطبيعة. ومن هنا هبتدي معاكم جولتي في أيسلندا من العاصمة ريكيافيك. أيسلندا يا جماعة عبارة عن جزيرة موجودة في وسط المحيط الأطلنطي، موجودة بين قارة أوروبا وأمريكا الشمالية. معظم الشعب الأيسلندي يا جماعة ديانته هنا هي الديانة اللوثرية، وهي فرع من الديانة المسيحية البروتستانت. معتزين جدا بعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم وعملتهم. هنا العملة بتاعتهم الكرونا الأيسلندية. وانا موجود هنا يا جماعه دلوقتي هجرب الاكل الستريت فود الايسلندي. دلوقتي هنا موجود في كشك بتاع هوت دوج، من الاكلات المشهوره اللي موجوده هنا في ايسلندا. الاكلات الشوارع دي المفروض تاكل في الشارع. الهوت دوج الايسلندي المفروض هنا بيعملوه بلحم الخروف، لان لحم الخروف هنا مشهور عندهم هنا جدا. What you have here? I hear you make here Icelandic hot dog. Yeah, it's hot dog with everything. What meat? What kind of meat you make? It's 80% lamb and a little bit of pork and lamb mixed together. Mix? No, only lamb? No, 80% lamb. وللاسف يا جماعه ما عرفتش اكل الهوت دوج. الهوت دوج هنا زي ما انتم سمعتوا كده بيعملوا 80% لحم الخروف و20% بيحطوا فيه بورك. للاسف زي ما حصل لي برضو في المانيا، لان دايما اللي كان بيتاكل في المانيا كان كله بيبقى بالبورك لحم الخنزير، لكن هنا بيحطوا نسبه حوالي 20%، فطبعا مش هينفع للاسف ناكل هوت دوج. هنا يا جماعه البلد رايقه جدا، بلد هاديه هنا في المدينه العاصمه، لان طبعا عدد السكان هنا قليل جدا. هنا حوالي ما يكملوش 400,000 الدوله كلها. الوان يا جماعه البيوت هنا حلوه قوي، في ميكس كده بين الالوان كتير، ما عندهمش لون واحد.
تلاقي الاحمر والابيض والازرق والاخضر، الوان كتيره كده يا جماعه هنا. البيوت كده ستايلها شكلها حلو. هي البلد رايقه بصراحه، هو شعب رايق. الشعب الايسلندي شعب من الشعوب الرايقه. تمشي كده في روقان، وعامه ومعظم الدول الاسكندنافيه كده، لكن هنا برضو لا الدنيا حلوه. ريكيافيك يا جماعه من العواصم الحلوه قوي، يعني من العواصم اللي وانت بتتمشى فيها تستمتع بمنظر البيوت هنا، الوان البيوت والكافيهات بقى والمحلات، والدنيا هنا حلوه قوي. بالذات طبعا الشارع اللي هو الشارع الرئيسي اللي هو بيمتد من عند الكنيسه المشهوره بتاعتهم الايقونيه عندهم اللي موجوده في ريكيافيك. الشارع اللي قصادها على طول ده اهم شارع واميز شارع موجود في العاصمه ريكيافيك. تلاقي بقى فيه كل المحلات والمطاعم وكافيهات بقى، قعدات رايقه كده في الخفيف. بس عاجبني قوي منظر البيوت يا جماعه. الوان البيوت حلوه وستايلاتها حلوه زي ما انتم شايفين كده من ورايا. ستايلات البيوت هنا خطيره. بس المنطقه يا جماعه هنا عند المنطقه اللي على البحر هنا في ريكيافيك خطيره. فيها بقى مطاعم كده بالهبل زي ما شايفين من ورايا كده. هنا مطاعم كلها سي فود بتبص على البحر على طول. هنا كمان المراكب اللي بتطلع بقى رحلات هنا بحريه موجوده هنا كتير. المكان هنا حلو قوي على الشط هنا. في مينا هنا، ده مينا هنا موجود. جو هنا حلو قوي كده، هوا منعش، والدنيا هنا حلوه قوي قوي في المكان اللي هنا ده. حتى شكل المباني هنا جميل قوي، وشكل المطاعم كمان جميل، والدنيا هاديه وراسيه خطيره يا جماعه. هنا تيجي بقى تجرب السي فود وانت كده بتبص على المنظر الجميل اللي على البحر هنا خطير. You make fermented shark? Yeah. It is traditional here, huh? Yeah. Yes. And what else? The lobster soup is very good. Is this traditional? Yeah, it's the best Yes. lobster soup is the shark. Only one? Yeah, because it's like it has a very strong Really? taste. Yeah. ومعاكم هنا يا جماعه في مطعم من المطاعم اللي بتعمل سي فود. طبعا هنا ايسلندا جزيره وسط البحر، فطبعا السي فود من الاكلات المشهوره عندهم جدا هنا يا جماعه. سمك القرش يعتبر من الاطباق المهمه عندهم، يعتبر الطبق الوطني عندهم. الناشونال ديش هو السمك الهكر اللي هو لحم سمك القرش المتخمر. هم بيعملوه هنا بطريقه غريبه، هو اصلا زي السناكس كده، طعمه مر ولادع. يعني حتى في ناس ايسلنديين ممكن ما يكونوش جربوه. I've never tasted before because I don't like. You never tasted before? No, I've never tasted before because like some people don't like it because it's. You like are very Icelandic? strong. Yeah. And you not tasted? Oh. Because like you take the shot or you can. I would recommend like eating it first and then take the shot. Take So, one like, shot? Yeah, so take the bite And then take the shot. what is this shot? What is this? It's like a vodka but like an Icelandic. Vodka? Yeah. Oh, it is alcohol. Yeah. Oh, I can't. Then you can Yes. just like You don't have another drink? no. هو لحمه ابيض خالص يا جماعه، شبه الجبنه. تحس كده ان في شبه من الجبنه. وطبعا لازم بتاكله على طول وتشرب معاه الفودكا. فطبعا انا مش هينفع اشرب فودكا، فمش عارف بقى هيبقى طعمه ايه، وانا كده هجربه. وبعد كده ندخل على شوربه اللوبستر اللي هي شوربه الاستاكوزا. ده برضو من الحاجات الشوربه الموجوده عندهم المشهوره برضو. I think it took a long time. Yeah. Many months. Yeah, I think so too. Okay. That's why the taste is so powerful. هم طبعا بيخمروها عشان يطلعوا ريحه الامونيا او اي سموم موجوده في اللحمه. وطبعا التخمير ده بيقعد فتره، يقعد مثلا ممكن 2-3 شهور، وبعد كده بيجففوها. بتبقى الواح السمك اللي هي لحم القرش الواح كده كبيره، بيجففوها ممكن تقعد برضو 3-4 شهور، وبعد كده بيقطعوها ويعملوها مكعبات شبه دي كده. الهكار يا جماعه دي شكلها. ما نشوف دلوقتي هيبقى ايه الدنيا عامله ازاي. Let's go. نجرب.
كأنك بتاكل حاجه نيه. لا بس طعمها غريب يا جماعه، طعم الهكار لا طعم غريب. في كده طعم تحس كأنك داخل في بقك ميه البحر وحاجه كده يعني نيه، طعمها لحم ني كده. لا هي طبعا زي ما بقول لكم الناس بتجربها هي مره للتجربه بس. نجرب كده يا جماعه شوربه الاستاكوزا. مع طبعا القطع الاستاكوزا موجوده في الشوربه. الشوربه طعمها حلو بس لونها شبه لون شوربه العدس اللي احنا بناكلها في مصر المشهوره عندنا. شوربه الاستاكوزا دي حلوه، تعمل كده تدفئه للواحد. حاطين فيها تقريبا دي قطع استاكوزا وفي تقريبا خضار. في الجو البرد اللي هنا ده، هنا الجو برد يا جماعه، محتاج اكلات دسمه، يعني اكلات دسمه فيها سعرات حراريه عاليه. ودلوقتي يا جماعه رايح لواحده من المناطق المشهوره هنا جدا في ايسلندا. هنا منطقه هنا قريبه من العاصمه ريكيافيك. المنطقه اسمها الجولدن سيركل، منطقة الدائرة الذهبية. هي منطقة مشهورة في أيسلندا قريبة من العاصمة ريكيافيك في اتجاه الشرق، وهو طريق على شكل دايرة بتمر فيه بمعالم طبيعية سياحية من الأجمل والأشهر في أيسلندا. اركب العربيه ونبتدي جولتنا في الجولدن سيركل في ايسلندا. على بعد 50 كيلومتر من العاصمة ريكيافيك موجود منتزه ثينجفيلر، أول مكان هزوره في منطقة الدائرة الذهبية. دي الصفائح التكتونية يا جماعة، اللي هي القشرة الصلبة من القشرة الأرضية، الجزء الصلب من القشرة الأرضية. من مواقع التراث العالمي لليونسكو، تقدر تتمشى بين الصفائح التكتونية وتشوفها بوضوح وهي متباعدة. الصفائح التكتونية لأمريكا الشمالية وأوراسيا الأوروبية هي صفائح كبيرة صلبة من قشرة الأرض. شوف هنا يا جماعة المنظر، ولا أروع من كده يا جماعة. تحفة تحفة بجد، غير طبيعي، مكان غير طبيعي يا جماعة، روعة ما شاء الله ما شاء الله. هنا تمشي تتأمل وتقول سبحان الخالق. واحد من الأماكن القليلة جدا في العالم اللي تقدر تشوف فيها الصفائح التكتونية المتباعدة فوق مستوى سطح البحر. السبب في وجود الصفائح التكتونية في المكان ده إن أيسلندا موجودة على طول سلاسل جبال وسط المحيط الأطلسي. إحساس روعة، هوا منعش، طبيعة مفيش أحلى من كده. يا الله يا الله. على بعد حوالي 50 كيلومتر في اتجاه الشرق من منتزه ثينجفيلر هيكون المكان التاني اللي هزوره في منطقة الدائرة الذهبية. جسر واحدة من عجائب أيسلندا معاكم هنا من المكان ده في منطقة الجولدن سيركل. الجسر ينابيع المية السخنة هي منطقة ينابيع مية حرارية أرضية موجودة في وادي هاوكادالور، بتبعد عن العاصمة ريكيافيك حوالي 100 كيلومتر. هي واحدة من الظواهر العجيبة الموجودة في أيسلندا، وهي خروج المية السخنة اللي بتوصل درجة حرارتها ل 95 درجة مئوية بسبب تلامس المية الجوفية مع الصخور السخنة تحت المية. بيحصل ضغط وغليان للمية فبتنفجر وبتطلع للهواء على هيئة مية مغلية وبخار مية. ما بين 5 ل 10 دقايق بيحصل انفجار للمية، بيوصل ارتفاع المية في بعض الأوقات ل 30 متر. Make my
المكان ده من اجمل الاماكن اللي ممكن تزورها. في ظاهره عجيبه اللي هي البراكين المائيه. الميه بتتدفق وبتطلع من باطن الارض بسبب الحراره السخنه اللي موجوده في باطن الميه اللي موجوده هنا. المكان زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده معايا، التدفق الميه بيطلع زي بركان الميه. المكان هنا عجيب، المكان هنا غريب، مش زي اي مكان ممكن تشوفه تاني في اي حته في العالم. المكان ده مخصوص بيجي له ناس كتير، سياح كتير زي ما انتم شايفين من ورايا من جميع انحاء العالم، لانه مكان مميز، واحده من عجائب ربنا يا جماعه. بعد حوالي 2 كيلو ونص من الجسر في اتجاه الشرق في منطقة الدائرة الذهبية موجود مزرعة برو للخيول. تقدر هناك تشتري أكل للحصنة وتأكلهم بإيدك وتكون قريب منهم وتلمسهم. الحصان الأيسلندي بشكل عام ودود جدا وهادي. زي ما انتم شايفين يا جماعه مروقين، عاملين زي الشعب الايسلندي، دماغهم عاليه. الأيسلنديين محافظين على سلالة الخيول عندهم من 1000 سنة، وممنوع عندهم تهجين الخيول بأي نوع تاني من خارج أيسلندا. الحصان الأيسلندي شكله مميز، حجمه صغير وشعره طويل وناعم. زي ما انتم شايفين يا جماعه الحصانه الايسلنديه شعرها طويل. في أماكن كتير وانت بالعربية هتلاقي مزارع كتيرة موجود فيها الأحصنة الأيسلندية. بعد حوالي 7 كيلو من مزرعة برو في اتجاه الشرق موجود واحد من أشهر الشلالات الموجودة في أيسلندا، شلال جولفوس، موجود في منطقة وادي نهر هيفيتا. هو جزء من منطقة الدائرة الذهبية، معروف بتدفق المية القوي جدا، بيتكون من مستويين من المية. الجزء الأول ارتفاعه 11 متر والجزء الثاني ارتفاعه 21 متر. مصدر مية الشلال من نهر هيفيتا الأبيض. بصراحه يا جماعه المنظر حلو قوي بجد، يعني تستمتع، ورذاذ الميه مش ممكن بيوصل لمسافه بعيده. يعني انا موجود ممكن اكون واقف على مسافه مثلا 300 400 متر بعيد عن الشلال ورذاذ الميه بيجي. قوه دفع الميه فيه قويه جدا. انا بعدت طبعا عشان حتى رذاذ الميه بيطلع لمسافات بعيده يا جماعه، وصوته طبعا عالي قوي. قوه دفع الميه من الشلال مع الهواء عاملين تيار هواء بارد وقوي جدا يا جماعه. بجد سبحان الله سبحان الله في خلقه. منظر الشلال خطير، ومنظر قوس قزح بيبان مع وجود الشمس عند الشلال، منظر رهيب بصراحه، عشان كده بيسموه الشلال الذهبي. في اتجاه الجنوب الغربي على بعد حوالي 56 كيلومتر من شلال جولفوس موجود بحيرة كيريت. هي بحيرة فهوة بركانية، واحدة من العجائب الموجودة في أيسلندا، موجودة في منطقة الدائرة الذهبية جنوب أيسلندا في منطقة بركانية. دي واحدة من المناطق السياحية الطبيعية الخطيرة الجميلة اللي موجودة هنا في منطقة الجولدن سيركل، المنطقة المشهورة هنا في أيسلندا اللي قريبة من العاصمة ريكيافيك. طبيعة الأرض هنا بركانية، فالصخور بالهبل هنا
والاحجار هنا الموجوده دي معظمها احجار البازلت اللي بتتكون لما بتبرد الحمم البركانيه. المنظر خطير يا جماعه، بالذات كده المنظر من فوق وانا كده بصور بالدرون. المنظر العين الميه حلوه، لون الميه حلوه، الميكس بين الالوان اللي موجوده هنا خطيره يا جماعه. اتكونت بحيرة كيريت بعد ثوران بركان من أكتر من 6000 سنة، وتفرغت الصهارة البركانية للبركان وانهارت للداخل تحت الأرض. عمق بحيرة كيريت حوالي 55 متر وعرضها 170 متر. مشهورة بلونها الأزرق مع جدران الفهوة البركانية من الصخور الحمراء. تنوع الألوان الطبيعية الموجودة هنا، الأزرق والأخضر والبني والصخور البركانية الحمراء، بيورينا قد ايه قدرة وروعة وإبداع ربنا في خلقه للطبيعة. بلو لاجون هو منتجع صحي حراري، السبا الأشهر في أيسلندا. بيبعد عن العاصمة ريكيافيك حوالي 45 كيلومتر جنوب غرب أيسلندا. موجود في منطقة حقول بركانية قريب من محطة سفارتسينجي للطاقة الحرارية الأرضية. مشهور بالمية بلونها السماوي. درجة حرارة المية بتكون ما بين 37 ل 40 درجة مئوية، تعتمد بشكل كبير على الطاقة الحرارية الأرضية. مية بلو لاجون غنية بالمعادن والسيليكا، هي مية حرارية أرضية ليها فوائد علاجية للأمراض الجلدية. Can I zoom in on the barcode? Oh, Please. got it. Silica? Silica? And what is the black one? This one is lava. Ah. It takes slowly into your skin. Okay. So what about free drink? Where? On the other side. Okay. Thank you. وجبت يا جماعه كده السيليكا، كنت بحسبها لونها اسمر لكن طلع لونها ابيض. ندهن بقى بينها على الوش كده ونشوف الدنيا هنا فيها ايه. والباسك ده من مشهور جدا هنا يا جماعه. يس ثانك يو. والمشروب يا جماعه الفري. بلو لاجون لازم اي حد يجي في ايسلندا لازم يجربها يا جماعه، هيستمتع بصراحه. روعه. الدخان كده يا جماعه هو طالع من الميه، احساس حلو قوي، احساس مختلف وشكله خطير. بلو لاجون ليها شهرة عالمية كبيرة جدا، بتعتبر المكان الأكثر زيارة في أيسلندا من السياح والسكان المحليين. هي وجهة سياحية على مدار السنة. بجد يعني ما شاء الله المكان هنا حلو قوي. وانت كده بتشرب الدرينك بتاعك مع سخونة المية، مع لون السما الحلو، مع الأجواء اللي موجودة هنا. خطيرة يا جماعة. الميكس بين البرودة اللي موجودة في الجو مع السخونة اللي موجودة في المية عاملة إحساس منعش وإحساس حلو قوي. الواحد ممكن هنا يقضي اليوم كله يا جماعة، مفيش مشكلة. إحساس حلو قوي. من أجمل الأماكن بصراحة اللي جربتها في سفرياتي هو هنا في بلو لاجون في أيسلندا. في جنوب غرب أيسلندا على بعد حوالي 14 كيلومتر من بلو لاجون في اتجاه الشرق موجود منطقة حقول بركانية، ومنها هعمل هايكنج حوالي 6 كيلومتر عشان أوصل لوادي ميرا دالير عند بركان ميرا دالير الخامد حاليا. معاكم هنا يا جماعة في منطقة حقول بركانية. المنطقة دي في جنوب غرب أيسلندا.
الصخور البركانية. واو شكلها خطير. بس طبعا دي كلها باردة حاليا، باردة طبعا مش سخنة، بس المنظر رهيب يا جماعة. يا سبحان الله يا جماعة، منظر خطير. شوية هايكنج بس متعبين شوية، طلع صعبة لأن الأرض جبل وستريت، مفيش سلالم طبعا. الأرض فيها برضو حصى أو رمل خفيف. يا جماعة ده متعة الهايكنج، متعب في الأول عشان بس الواحد ما بيمشيش بقاله فترة طويلة، لكن مع الوقت كده الواحد إيه هيظبط النفس. Any lava here? Fired or cold? No, cold. طبعا يا جماعة هنا عشان من الناس ما تتوهش، هما في على الجبل فوق بيبقى فيه هنا عواميد حاطينها عشان تعرف طريقك طول ما انت ماشي، ما يحصلش انك تتوه او تخش في مكان غلط. فبيبقوا معلمين على طول الطريق عواميد كده ملونين عليها حته كده لون احمر عشان الناس تاخد بالها طول ما هي ماشيه ما تتوهش عن الطريق او تخش في مكان غلط. يا الله على الطبيعة هنا يا جماعة، مش ممكن. هنا شكل الصخور شوف أشكالهم مختلفة إزاي، هنا أشكال الصخور وألوان مختلفة. يعني شوف هنا لونه تحس لونه بنفسج، وفي الصخور هنا برضو الصفرة، وفي سبحان الله وسط كل ده وفي زرع، في زهور طالعة هنا يا جماعة بجد. سبحان الله سبحان الله، المكان خطير، مكان عجيب، إحساس غريب يا جماعة، إحساس الواحد مش متعود عليه. لكن الطبيعة هنا بصراحة ما شاء الله حاجة مختلفة. وسبحان الله، سبحان قدرة ربنا على خلقه للطبيعة يا جماعة. على شوف شكل الصخور والألوان المختلفة من الصخور هنا، حاجة حلوة حاجة حلوة، إحساس حلو. وخلاص يا جماعة قربت من ميرا دالير، البركان اللي هنا، البركان الخامد اللي موجود هنا. قربت اوصل له خلاص، لسه قدامي المسافة اللي ورايا دي، هو في الآخر هنا في آخر الطريق اللي هنا ده. واو انا وصلت هنا عند البركان الخامد اللي ورايا من هنا ده. شوفين يا جماعة المنظر تحفة. شوفوا يا جماعة الحمم البركانية وهي بقى باردة حاليا طبعا. ما شاء الله ما شاء الله، منظر ملوش حل، منظر حلو قوي. سبحان الله يا جماعة سبحان الله. وشوفوا بقى هنا كمان المنظر من الناحية التانية، الجبال بقى، الألوان المختلفة من الجبال. سبحان الخالق في إبداعه للطبيعة يا جماعة. هنا أنت لازم بتيجي الطبيعة عشان تتأمل في خلق ربنا، وتشوف قد إيه عظمة خلق ربنا وقدرته في خلقه للطبيعة. ميرا دالير هو بركان موجود في منطقة بركانية واسعة مشهورة بالمناظر الطبيعية وحقول الحمم البركانية. آخر مرة حصل له ثوران كان في أغسطس 2022. معاكم هنا يا جماعة وصلت لللافا، وصلت للحمم البركانية. أنا واقف عليها هنا يا جماعة. هنا المكان ده مكان كان فيه حمم بركانية، ودلوقتي طبعا نشفت وبردت بعد مدة. المكان ده كان يا جماعة كله مليان مواد منصهرة مشتعلة، درجة حرارتها عالية جدا، اللي هي بتطلع من البركان اللي ورايا ده يا جماعة. ده المكان دلوقتي بعد اما الحمم البركانية نشفت وبردت. مكان روعة يا جماعة بجد. سبحان الخالق، سبحان ربنا بجد في إبداعه لخلقه للطبيعة. الله بجد، أنا أول مرة أجي مكان شبه ده وأشوف الحمم البركانية على الطبيعة. شوفوا يا جماعة المنظر من حواليا عامل إزاي، إحساس حلو قوي. حتى الألوان هنا، ألوان الصخور واللون الأسود بتاع الحمم البركانية بعد ما بردت شكلها خطير. شوفوا يا جماعة الفهوة البركان بعيدة عني قد ايه، ووصلت الحمم البركانية لحد فين، لحد مسافة بعيدة جدا. المكان هنا حلو يا جماعة، وانت كده وسط الطبيعة تستمتع، تسترخي، تتأمل في خلق ربنا، وتشوف قد ايه إعجازه وقدرة ربنا في خلقه للطبيعة يا جماعة. لأن أيسلندا موجودة على سلاسل جبال وسط المحيط الأطلسي، لما بتتحرك الصفائح التكتونية وبتقرب من بعضها بتكون قشرة أرضية جديدة. ولأن باطن الأرض مليان بالحمم والمواد المنصهرة السخنة،
فبيحصل ضغط للمواد السخنة اللي في باطن الأرض، تعمل صدع وتشقق في الأرض، وبسبب كده بتطلع المواد السخنة المنصهرة الحمم البركانية اللافا من باطن الأرض، وبتتسبب في حدوث البراكين. شوفوا يا جماعه شكل الارض عامله ازاي. يا الله بتشوك، تحس كده انها بتشوك. شوفوا المنظر، منظر الحمم البركانيه بعد ما بتجمد وبتبرد ما شاء الله. شوفوا النقوشات اللي فيها عامله ازاي، كأنها مرسومه يا جماعه، كأنها منحوته بطريقه مبدعه. الالوان المختلفه يا جماعه هنا، شوفوا الوان الصخور، الوان مختلفه يا جماعه كتيره. شوفوا يعني لون بني واللون الاسود، حتى في لون هنا تحس ان هو قريب من البنفسج. اشكال والوان غير طبيعيه يا جماعه. في جنوب أيسلندا على بعد حوالي 137 كيلومتر في اتجاه الشرق من منطقة الحقول البركانية، هكون معاكم في واحد من مطاعم الريف الأيسلندي. معاكم هنا يا جماعه في واحد من المطاعم الايسلنديه من جوه الريف الايسلندي، عشان اجرب شويه اكلات كده من الاكلات التقليديه الكلاسيكيه التاريخيه اللي عندهم من ايام الفايكنج. هجرب هنا لحم الحصان الايسلندي ولحم الاركتيك تشار من فصائل السلمون، سمك مشهور جدا هنا في ايسلندا، ما تلاقوهوش غير في الاماكن القطبيه البارده. The horse we clean it. Then we cut it in portions of 180 grams to 200. Then we put it in the oven in steam in 75 degrees for 30 minutes. Nice. Then we have almost cooked. Then we open it for you. We put it in the pan 30 seconds per side. And in this case, this one, it was like 2 minutes in the oven on 180 degrees. With mashed potatoes, some carrot puree, some vegetables. Then you have a pepper sauce. I hope you're going to like. Yeah, I hope. It's first time to me. Okay, thank you. You're welcome. هي اللحمة تحس انها كده سوفت طرية، لكن ما فيهاش اختلاف كتير عن اللحمة العادية. هي ما فيهاش فات، تحس انها كده ما فيهاش فاتس خالص، ما فيهاش دهون. هي لحمها حلو، بس هو اللحمة لا طعمه حلو. لا، لحم الحصان طعمه حلو، وتحس ان هو يعني مميز شويه ان هو ما فيهوش فاتس. All horses I see in the Iceland you can eat. Yeah. Not kind especially to eat. No. Nice. البطاطس يا جماعه المهروسه مع حته كده لحمه الحصان مع الصوص اللي موجود جامد بصراحه. لا حلو، طعم حلو وظابطينه، ومن الاطباق الحلوه بصراحه اللي جربتها. وصل الطبق التاني يا جماعه اللي هو الاركتيك تشار، اللي هي السمكه انا ما كنتش اعرف انها تشبه السمك السلمون قوي.
يعني نفس لون سمك السلمون بالظبط يا جماعه، لكن اللي بيختلف شويه اللي هو لون القشره بتاعتها. القشره بتاعتها فيها لون فاتح شويه. ان انا لما سالت الشيف هنا قال لي اللي هي طعمها مختلف شويه في ممكن الشكل قريب لكن الطعم مختلف شويه وما فيهاش فاتس او دهون كتير. من الاسماك اللي هي تعتبر بيور هنا في ايسلندا ومن الاسماك المشهوره في ايسلندا. نجرب بقى يا جماعه طعم التشار، الاركتيك تشار. الله، لا طعمها حلو وتحس انها خفيفه عن السلمون. يعني لحم السلمون تحس انه شديد شويه، يعني ممكن لو اكلت قطعه كبيره شويه من السلمون تقفلك، لكن التشار دي يا جماعه لحمها تحس ان هو خفيف، لحمها خفيف عن السمك السلمون. لا في اختلاف في الطعم فعلا يا جماعه. هي قريب جدا من سمك السلمون لانه من فصيله من فصائل تقريبا السمك السلمون، لكن في اختلاف في الطعم. لا السمكه يا جماعه تحس كده انها دايبه كده، لحمها طري قوي، تحس انه اطرى بكتير من سمك السلمون العادي. طبق مميز، طبقين حلوين يا جماعه بصراحه. لحم الحصان او اللي هو الاركتيك تشار، سمك الاركتيك تشار، طبقين جامدين بصراحه، من الاكلات الحلوه اللي جربتها هنا في ايسلندا. بعد 25 كيلو متر من المطعم في اتجاه الجنوب موجود واحد من أشهر الشلالات الموجودة في جنوب أيسلندا. شلال سيلجا لاندسفوس واحد من الشلالات الأيقونية في أيسلندا، ارتفاعه حوالي 60 متر. من الشلالات اللي اندفاع المية فيه قوي، بيعتبر من الشلالات القليلة في أيسلندا والعالم اللي يقدر الناس يمشوا ورا مية الشلال بكل سهولة. المناظر الطبيعية حوالين الشلال رهيبة، الجبال الخضراء، ينابيع المية الجارية، وشلالات المية الصغيرة اللي بتخرج من الجبال، كلها مناظر طبيعية جميلة تستمتع بيها وانت بتتمشى عند الشلال. وبعد ما خدت كده جولة عند شلال سيلجا لاندسفوس، نجرب بقى ايه لحم الخروف اللي بيعملوه مدخن، نشوف عامل ازاي. سندوتش كده بيبيعوه هنا عند الشلال. طعمه حلو اللحم الضاني المدخن اللي بيعملوه هنا، رهيب، طعمه حلو قوي. من الحاجات الحلوه اللي انا اكلتها هنا في ايسلندا، جميله.
في اتجاه الشرق على بعد 30 كيلومتر من شلال سيلجالاندسفوس موجود شلال تاني من الشلالات المشهورة في أيسلندا على الطريق الدائري الجنوبي، شلال سكوجافوس. واحد من الشلالات الكبيرة والضخمة الموجودة في أيسلندا، ارتفاعه 60 متر وعرضه 25 متر، موجود في منطقة مشهورة بالمناظر الطبيعية الخلابة. قوة اندفاع مية الشلال قوية، رذاذ المية بتاعته بيوصل لمسافات بعيدة. على بعد حوالي 9 كيلومتر من شلال سكوجافوس على الطريق الدائري الجنوبي هكون موجود عند أقرب نقطة لشاطئ سولهايمساندر. هعمل هايكنج حوالي 3 كيلو ونص عشان أوصل لحطام الطيارة الأمريكية DC-3. دلوقتي يا جماعة أنا ماشي في طريق طويل قريب من المحيط، رايح لطيارة متحطمة من السبعينيات القرن اللي فات. زي ما انتم شايفين يا جماعة المكان عامل ازاي، مكان مفتوح اوبن. يا نهار ابيض، ارض مسطحة هنا لغاية المحيط. في 21 نوفمبر سنة 1973 طيارة تابعة للجيش الأمريكي من طراز DC-3 أو المعروفة بدوجلاس سي 117 اتعرضت لعاصفة ثلجية قوية، وبسببها حصل تلف لمحرك الطيارة ونفاذ للوقود، ووقعت واتحطمت الطيارة على الشاطئ الأسود في الساحل الجنوبي لأيسلندا هنا في سولهايمساندر. وبيتقال إن طاقم الطيارة ال5 نجوا من الموت، ومن وقتها وحطام الطيارة لسه موجود لحد دلوقتي على الشاطئ. معاكم من داخل الطيارة يا جماعة طيارة سولهايمساندر. شكل الطيارة المحطمة بلونها الفضي مع الرمال السوداء البركانية والغيوم الموجودة في السماء والرياح والأرض بالمساحة الكبيرة المفتوحة حواليك، هتحس كأنك في عالم من الخيال. الأجواء الموجودة بالظبط كأنك جوه فيلم سينمائي من أفلام البقاء الأجنبية. عند الطيارة تقدر تاخد أحلى صور سينمائية. المكان هنا اتصور فيه أفلام وإعلانات وأغاني مشهورة زي أغنية I Will Show You للمغني المشهور جاستن بيبر سنة 2015. واحد من أشهر الشواطئ في العالم، من الشواطئ العجيبة الموجودة في الساحل الجنوبي لأيسلندا، شاطئ الرمال السوداء.
بيبعد حوالي 24 كيلومتر من أقرب نقطة لشاطئ سولهايما ساندر في اتجاه الشرق على الطريق الدائري الجنوبي. ومعاكم هنا يا جماعه في شاطئ الرمال السوداء، ده واحد من اشهر الشواطئ اللي موجوده هنا في جنوب ايسلندا. معروف بالرمال السوداء البركانية والأعمدة البازلتية وأمواج المحيط الأطلسي. الرمال السوداء اتكونت هنا بسبب الحمم البركانية اللي وصلت للمحيط نتيجة الانفجارات البركانية من آلاف السنين. أمواج المحيط والرياح الشديدة كانت السبب في تفتيت الصخور البركانية على مدار السنين، ومع مرور الوقت اتكونت الرمال السوداء الناعمة على الشاطئ. عواميد البازلت المحفورة في الجبل على الشاطئ كأنها لوحة مرسومة بإتقان، إبداع وصنع ربنا الخالق. لون الرمال السوداء مع أمواج المحيط البيضاء ميكس رهيب، روعة، بيورينا قد إيه قدرة ربنا وإبداعه. شتاء شديد قوي ما شاء الله. الشتاء هنا يعني في الطريق هنا ملوش حل. واو، اجواء غير عاديه يا جماعه، اجواء غير عاديه. المطر هنا مع الطبيعه اللي موجوده هنا تحفه. خطيره زي ما انتم شايفين كده يا جماعه معايا. يا الله، وعماله تديها جامد، مش راضيه تبطل، مش راضيه تبطل. بس الطريق لذيذ، الطريق حلو. الاجواء كده اجواء لذيذه يا جماعه، اجواء حلوه كده، مطره ومع الطبيعه كده وانت ماشي كده ومعاك بقى العربيات بقى قدامك ووراك بتونسك، فالدنيا حلوه. على مسافة حوالي 193 كيلومتر من شاطئ الرمال السوداء في اتجاه الشرق هكون معاكم عند واحدة من البحيرات الجليدية، بحيرة فيال سارلون.
هي واحدة من البحيرات الصغيرة الجميلة الموجودة في جنوب أيسلندا على الطريق الدائري الجنوبي، موجودة عند نهر جليدي، وهي تابعة لمنطقة فاتنا يوكول، وهي الغطاء الجليدي الأكبر في أوروبا. واحدة من البحيرات العجيبة، هتتعجب من قدرة ربنا وإبداعه. شكل النهر المتجمد وقطع الجليد بالأشكال المختلفة وهي بتتحرك في البحيرة منظر روعة. مكان تحفة يا جماعة، مكان تحفة، إبداع من ربنا، إبداع من ربنا في خلقه. شايفين يا جماعة منظر الجليد والتلج من ورايا عامل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. المكان ده تحفة يا جماعة، مكان كده هادي، الدنيا فيه هنا حلوة قوي. حسيت كده هنا احساس براحة، احساس بسعادة. منظر التلج هنا كأنها لوحة مرسومة، ما ينفعش اقول حاجة تاني غير كده. هنا تيجي تتأمل وتشوف قد ايه عظمة ربنا في خلقه للطبيعة. الله على حلاوة الطبيعة وتنوع الطبيعة هنا في أيسلندا. غير طبيعة يا جماعة، عندهم طبيعة حلوة قوي بجد. هتشوف هنا العجائب، هنا بلد العجائب. واحدة من أجمل الأماكن اللي ممكن تشوفها في حياتك، بحيرة جوكول سارلون الجليدية. هي أشهر بحيرة جليدية في أيسلندا، ومن أكتر المعالم الطبيعية زيارة في أيسلندا. بتبعد عن بحيرة فيال سارلون 14 كيلومتر في اتجاه الشرق. المكان هنا تحفة، المكان ده قريب من شاطئ الألماس الدايموند بيتش. المكان ده زي ما انتم شايفين كده قطع الثلج العملاقة الكبيرة الموجودة هنا، رغم ان احنا في فصل الصيف دلوقتي، لكن زي ما انتم شايفين كده من ورايا الثلج من المنطقة دي منطقة كلها جليد، قطع ثلج كبيرة شكلها تحفة. البحيرة جمالها غير عادي، منظر الجليد وهو بيتحرك وسط البحيرة مع لون المية هتحس كأنك في عالم تاني. هي أكبر وأعمق بحيرة جليدية في أيسلندا، موجودة على حافة أكبر غطاء جليدي في أوروبا، فاتنا جوكول، وهو مصدر قطع الثلج الموجودة في البحيرة اللي بتتحرك في اتجاه الجنوب لحد المحيط. هدور بقى دلوقتي على حاجة أكلها عشان الجو برد، عايز بقى حاجة سخنة كده تدفي الواحد في الجو البرد ده. Hi, how are you? It is only lamb?
Only meat? Only meat. Yes, only 100% lamb. Yeah. No other mix. Because in the Reykjavik make hot dog, but pork, and I not eat pork. Okay. Okay, give me one. 100% lamb, so don't worry. Yes. Okay. Yes. 3,000 please. اوكي. وجبت دلوقتي يا جماعه البرجر اللي هو برجر الضاني لحم الخروف. الحمد لله لقيته هنا موجود. اللحم الخروف كامل 100% لحم خروف كامل على بعضه، ما فيهوش بقى اي اضافات تانية زي الهوت دوج اللي بيعملوه في ريكيافيك. يس يس لام برجر. يس ثانك يو. واو. وخدنا يا جماعه البرجر عشان نجربه ونشوف الدنيا فيها ايه. والبرجر يا جماعه الجو برد، نجرب البطاطس والبرجر. الجو البرد ده يا جماعه محتاج حاجه سخنه عشان الواحد كده يظبط الدنيا ويقدر يكمل. حاجة سخنة في البرد ده يا جماعة خطيرة. نجرب بقى البرجر. برجر الضاني. نجرب البرجر الضاني يا جماعة. لا 10 على 10. حلو قوي. البطاطس بتقرمش وزي الفل. شاطئ الألماس دايموند بيتش واحد من أروع الشواطئ المشهورة في أيسلندا، معروف بقطع التلج اللي بتوصل للشاطئ من بحيرة جوكول سارلون الجليدية اللي بيفصل بينهم الطريق الدائري الجنوبي. قطع التلج وهي على الشاطئ مع الرمال السوداء هتحس كأنها قطعة من الألماس. ومعاكم هنا يا جماعة في واحد من أهم الشواطئ اللي موجودة هنا في أيسلندا، في جنوب أيسلندا، شاطئ الألماس. ده واحد من أهم الشواطئ اللي موجودة هنا في أيسلندا برملته السوداء وقطع التلج اللي بتبقى موجودة على الشط. هنا يا جماعة موجود قطع تلج كتيرة جدا وده اللي بيميزه، وعشان كده هم سموه هنا شاطئ الألماس. تقدر تجيه عن طريق الطريق الدائري اللي هو بيلف ايسلندا كلها. المكان هنا يا جماعه شاطئ الألماس هنا ده يعتبر ابعد مكان انا وصلت له هنا في ايسلندا. ناس كتير هنا بتيجي تستمتع بالمكان وتكتشف وتشوف وتتفرج على الرمله السوداء وقطع التلج مع امواج المحيط. المحيط من ورايا هنا ده المحيط في الجنوب اللي بيبص على الدول البريطانيه زي اسكتلندا وايرلندا. هنا المسافه بين العاصمه ريكيافيك لحد الشاطئ هنا شاطئ الألماس هنا حوالي 370 كيلو. شايفين يا جماعه قطع التلج موجوده هنا، موجوده كتيره جدا هنا على الشاطئ، شكلها خطير. قطع التلج هنا مع الرمله السوداء وامواج المحيط حاجه روعه فوق الخيال. من الاماكن المشهوره واللي اكيد اي حد بيجي هنا ايسلندا لازم بيجي يتفرج ويجرب ويشوف المكان الخطير ده يا جماعه، الدايموند بيتش، واحد من اهم الاماكن الموجوده هنا في ايسلندا.